كل شوية صور، كل يوم صرخات، ناس تحت الأنقاض وناس فوق التراب نايمين جنب أحبابهم اللي راحوا. طفل ماسك إيد أخته في الركام وبيقول ما تسيبنيش لوحدي، وسؤال بيكسر القلب: فين ربنا وفين رحمته؟ طب هو سامع؟ طب هو شايف؟ ولا احنا بنتكلم في الهوا؟ لو كان قلبك تعبان خليك معايا علشان هنصلي وهنفتش في كلمة ربنا ونسمع صوته وسط الوجع أهل سوريا ودموعنا على كل الألم اللي بيتألموه. ربنا مش غايب، ربنا في قلب النار. احنا بنشوف النار والدم والركام، بس ربنا شايف القلوب المكسورة اللي بتصلي. وربنا بيقول في الإنجيل: إذا اجتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك. يعني النار مولعة حوالينا بس مش لوحدنا، هو هناك وسط القصف وسط الصراخ واقف جنب الأم اللي حضنت طفلها وقالت له: خدني معاك يا ابني. يسوع بكى، واحنا ليه ما بنبكيش؟ المسيح لما شاف العذر مات بكى، رغم انه هو كان هيقومه بعد دقايق. ليه بكى؟ علشان بيفهم الدموع، بيشعر بالوجع، ما استناش يشرح او يبرر، ولكن شاركهم الحزن. واحنا ككنيسة مش دورنا نحكم على اللي بيحصل، ولكن نصلي ونبكي ونصرخ مع الموجوعين، زي ما قال بولس: افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. أعظم قوة هي الصلاة. يمكن ما نقدرش نوقف الطيارات ولا نطفي نار الغارات، ولكن نقدر نرفع للسماوات صلواتنا. قال المسيح: إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبونه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. والنهاردة لو كل واحد فينا صلى من قلبه: يا رب ارحم سوريا، يا رب احمي ولادك، يا رب ابعت سلامك وسط النزيف، صدقني السما هتتحرك. الشيطان دايما بيجي ويهمس ويقول خلاص انتهت القصة، ولكن ربنا بيقول في أرميا: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخره ورجاء. ممكن سوريا تبكي النهاردة، ولكن فيه قيامة جاية. كل شهيد وكل أم مكسورة وكل طفل ضايع ربنا حافظ اسمه ودموعه هيحول كل وجع لمجد. تعالوا نقول كده النهاردة مع بعض: يا رب احنا مش بنفهم كل اللي بيحصل، ولكن واثقين انك صالح وانك شايف. امسح دموع الامهات واحضان الاطفال، ابعت سلامات وسط الرعب، ونور وسط العتمة. احفظ شعبك في سوريا وفي كل مكان، امين يا رب. فيه ناس بتحاول تطمن نفسها وتقول يمكن ربنا مش سامع، ولكن فيه آية بتقول: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم، إني علمت أوجاعهم. يا رب أنت شايف المذلة وسامع الصراخ وعارف الوجع، أنت مش بعيد، أنت في قلب الشوارع اللي اتضربت وفي حضن أم حضنت آخر نفس في ابنها. الشيطان دايما بيحاول يخلينا نحس إن كل حاجة خلصت وإن ربنا إله ولكن ربنا إله الرجاء. زي ما حصل مع التلاميذ لما المسيح اتصلب، افتكروا ان كل حاجة انتهت، هربوا واستخبوا وقالوا خلاص كده مفيش امل، ولكن بعد 3 ايام المسيح قام وسوريا هتقوم والحياة هتخرج من وسط الموت. الألم مش بيضيع عند ربنا. كل صرخة شهيد، كل طفل أمه فقدته، ربنا حافظهم عنده وهيمسح وسيمسح كل دمعة من عيونهم. يعني حتى الدمعة مش بتنزل هدر، ربنا بيلمها وبيحولها لمجد. حاسس بالعجز، حاسس انك مش قادر حتى تصلي، مش عارف تقول ايه، صدقني ربنا مش مستني منك كلمة مترتبة ولا صلوات جاهزة، هو بس مستنيك تقوله: يا رب تعالى. زي ما قال داود: قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح. يعني في اللحظة اللي بتحس انك واقع ومكسور، هو حضنك وحاسس بألمك. الناس تقول دي حرب، ولكن احنا نقول دي أرض ربنا. الناس تقول مفيش خلاص، ولكن احنا نقول يسوع هو المخلص. الناس تقول مفيش فايدة، ولكن احنا نقول عند الصليب في حياة بعد الموت. وربنا مش سايب سوريا، دي أرض فيها كنايس وفيها شهداء وفيها صلوات طالعة للسماء. عايزين نوقف الفيديو دلوقتي ونصلي مع بعض، مش كلام ولكن صلاة طالعة من القلب. يا رب يسوع ارحم سوريا، ارحم العيلة اللي فقدت أطفالها وفقدت أولادها، وابعت ملائكتك تحرس، ابعت نورك يشفي، حرك قلوب الناس في العالم. اخبط على قلب كل واحد سمع الفيديو ده، خليه يصلي معانا ويكون سبب سلام مش سبب حرب. وسط الضرب والانفجارات في بيوت بتتهد، ولكن في كناس بتتهد عن قصد، وفي ناس بتموت لمجرد انهم قالوا احنا مسيحيين.
اللي حصل في الأيام اللي فاتت في سوريا مش صدفة ولا حتى مجرد حرب، فيه هجوم مباشر على الإيمان وعلى الكنيسة وعلى كل صوت بيرفع صلاته ليسوع. ولكن الكتاب علمنا وقالها يسوع من زمان: إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم أيضا. يعني إحنا مش متفاجئين، ولكن كمان مش هنخاف، لأن اللي معانا أقوى. أيوة الدم بيتسفك، بس مش دم رخيص، ده دم ناس قالت أنا تبع المسيح وما رضيتش تنكر ولا تبيع إيمانها حتى تحت القصف، زي ما حصل زمان مع الشهيد أبانوب والشهيد ماري جرجس والشهيد استفانوس. ودلوقتي في شهداء جداد بيطلعوا من سوريا، ناس ممكن محدش يعرف أسمائهم، ولكن السماء كتبتهم بحروف من نور. هما فاكرين إنهم لما يهدوا كنيسة أو يحرقوا صليب كده بيكسبوا، ولكن الحقيقة الصليب بيتكسر وبيقوم 1000 مؤمن جديد ويقول أنا مش خايف. الصليب اللي كان عار في نظر الناس بقى هو رمز القيامة والرجاء، زي ما قال بولس الرسول: إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. في بيوت مسيحية اتحرقت، في كنائس اتضربت، بس في قصص بتحصل جوه الحرب محدش يعرف عنها حاجة. طفل كان هيضيع في القصف وربنا بعت له حد شاله في آخر لحظة. ست كبيرة كانت لوحدها وناس من الكنيسة خبطوا عليها وأنقذوها. شاب اتحاصر في بيت الكنيسة وربنا خباه زي ما خبى إيليا زمان. اللي حصل مش بعيد عننا، يمكن احنا في مصر او لبنان او الاردن، لكن احنا جسد واحد في المسيح. زي ما قال بولس الرسول: ان كان عضوا واحدا يتألم فجميع الاعضاء تتألم معه. يعني لما الكنيسة تتضرب هناك احنا لازم نركع ونسجد ونقول يا رب احمي شعبك. لما اخ يتقتل علشان اسمه مسيحي احنا ما نسكتش وما نتفرجش ونسكت، لازم نصلي. يا رب بنصلي النهاردة مخصوص علشان خاطر كل اخواتنا المسيحيين اللي في سوريا اللي بيتضربوا علشان اسمك، اللي خايفين يروحوا الكنيسة واللي نايمين وسط الركام وماسكين الانجيل. ابعت ملائكتك تحوط عليهم، حرك كنيستك كلها علشان تصلي وتحب وتدعم وجوي ايمانهم ويملأ قلوبهم برجاء القيامة. خلينا جسد واحد وقلب واحد وصرخة واحدة. امين يا رب. استجيب وارحم شعبك في كل مكان. فيه صورة طفل قلبت الدنيا. الطفل الصغير ده كان واقف قدام ركام بيته وما بيتكلمش، بس ماسك صليب بإيديه. الناس كلها شافت الصورة وعلقت وقالت يا عيني عليه، ده ضاع منه كل حاجة. لكن أنا شفت حاجة تانية، الطفل ده ما ضاعش منه ربنا، ما ضاعش منه الرجاء. زي ما قال بولس الرسول: مكتئبين في كل شيء ولكن غير متضايقين، متحيرين ولكن غير يائسين. اللي معاه يسوع عمره ما يبقى وحيد حتى ولو العالم كله وقع. الكنيسة القديمة اللي في أطراف دمشق دخلها القصف وتهدت نصها والشمعدان وقع والباب اتكسر، بس في آخر الليل دخلتها ست وقعدت على الأرض وابتدت ترنم ترنيمة جوه كنيسة مهدمة. اللي بيحصل ده مش عادي، ده اسمه النعمة اللي بتكسر الحزن، السلام اللي بيمشي وسط النيران، الرجاء اللي مش بيخاف من الموت. فيه ناس بتقول هو احنا عملنا ايه؟ ليه يا رب؟ السؤال ده مش غلط. حتى داود قال: حتى متى يا رب تنسيني؟ الى الابد حتى متى تحجب وجهك عني؟ بس الفرق ان داود رغم ألمه ختم المزمور وقال: اما انا فعلى رحمتك توكلت، يغني قلبي بخلاصك. يعني بنتوجع، بس في الاخر الجرح فيه تسليم وفيه ترنيمة. احنا مش بننسى الشهداء، كل واحد مات علشان اسمه مسيحي، ربنا كتب اسمه في سفر الحياة. كل ام فقدت ابنها ربنا يعوضها في المجد. وزي ما قال ربنا في سفر الرؤيا: صرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى ايها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدماءنا؟ واحنا ككنيسة مش بندور على انتقام، احنا بندور على تعزية وشفاء وقيامة. سوريا بتنزف بس السماء مفتوحة، فيه وجع، فيه ناس بتقول انا هفضل امين ليك يا رب حتى ولو كله وقع حوالينا. وزي ما حصل مع يوسف اللي اترمى في البير واتباع عبد واتسجن واتظلم، لكن في الآخر ربنا أقامه. سوريا ممكن تكون دلوقتي في البير، بس يسوع اللي أقام يوسف هينقذها، لأنه هو القيامة والحق والحياة، ومن آمن بالمسيح ولو مات فسيحيا. ربنا معاهم ويقويهم ويسندهم ويسند كل شعب المسيحيين في كل الأرض. أمين. ربنا معاهم ومعانا.